خليني بالقاف انا. بس خلصت يعطينا راسي. يا جماعة القاف امتى بدنا نخلص منهم؟ على فكرة علوي، شرطي علوي، امتى بدنا الله يخلصنا من جماعة القاف وتشبيحهم؟ اخلاق خرا، تشبيح، شيلية قاف، امتى بدنا نخلص من جماعة القاف؟ امتى؟ جماعة الساحل امتى؟ يعني شو استفدنا؟ يعني تركوا كل أمة الله وكل الناس اللي معها شهادات وكل الدارسين والمثقفين بالبلد وراحوا حطوا لي شرطي علوي. معلش بدي احكي انا بقى هيك بعنصرية. شرطي علوي قديم. تعي بدي اعزف لك لحن جنت على قطمها براقش. عنصري بدك تحكي بعنصري تكرم عينك، تعالي فرجيك العنصري. وما بقى في ادب، يعني اجيتي لعند موزع الاداب. انا عندي عتب على الضباط العلويين وعلى الشرطه العلويين. كم مره قلنا لكم لما بتروحوا بترد على معطوين مصاري ما تتركوا ودا يشرك بالشارع، كنت اعطيه مصاري. انا ما بحملك الذنب، انا بحملك الذنب، بحمل الذنب الضابط العلوي اللي كنت عم تروحي تليكيك، يعني مع احترامي للضابط العلوي. يعني الحل الوحيد لتخلصي من القاف انك تحرقي لي القرآن. ما في حل ثاني تخلصي من القاف الا انك تحرقيه. ليش؟ لانه في سورة كاملة بالقرآن اسمها قاف. بعدين يا لبوة، بدك تعرفي شو يعني لبوة بالمصري؟ عزيزتي اللبوة. ما بعرف مين مفهمك انه بس العلويين وبس اهل الساحل بيحكوا بالقاف، يعني انا هي مين مفهمك اياها ما بعرف، ولكن في سوء تفاهم هون، في سوء تفاهم كثير غليظ يعني. بس ما بس العلويين بيحكوا بالقاف، وما في علوي بحف شوير بقول علي دقدوق. وبتمنى تكونوا عرفتوا لما بتخلصوا من جماعة القاف شو بصير بأعراضكن وبشرفكن. شفتي شو صار بعد ما راح حرف القاف؟ بعد ما راح حرف القاف البلد ما تتقسم يا مليوكي، يا مع احترامي للمليويكي يعني. وانتبهي اني ما قلت لك شر مترابط، لانه الشر مترابط مهني مثل رئيس الجمهوري، يعني مهني بتشتغل بمصاري. بس انت ما وصلتي لهذا الشرف اسا يا عاهرة الكرة الارضي، يا مومس الكرة الارضي. مومس عم يشبع العالم ويقاقي ولقير بقوطه لامك. منيح هيك ما بقى. هاي مش فرجيكي قله الادب على اصله، مشان تتعلمي قله الادب. وهذا الفيديو بس ثواني. نص الشام بقول انا مع قصد ولا خايفه عنا، خايفه منا، خايفه منك يا عرسه. خرايا عليك وعلى ابو عمشه حرامي الجاج، وهي حتى بطيزك وبطيزه. يا جماعه هي طلعت من عنا. تشيرز.